طلع من شوارع شبه شوارعنا، كان شايف الغلابة مش أرقام ولا أصوات انتخابات، كان شايفهم بشر لهم حقوق يعيشوا ولهم حق يحلموا. عشان كده قلنا حرية الخبز هي ضمان حرية تذكرة الانتخابات، لأن اللي مش لاقي يتعشى هيبيع صوته ب10 ساغ أو ب5 قروش. لكن إذا كان مطمئن على يومه وعلى غده وعلى مستقبله وأصبح حر وهو سيد نفسه، مش ممكن يبيع صوته أبدا. الحاجة هي اللي بتخلي الواحد يبيع صوته، الحاجة اللي بتخلي الواحد يقبض علشان يدي صوته لحد تاني. لما تسمع الكلام ده تحس إني مش بيتقال علشان يتسجل، لكن علشان يتصدق، علشان اللي قدامه يحس إن في حد واقف في صفه. علشان كده الفقير حبه، مش لأنه وعده بالجنة، لكن لأنه حاول يديله كرامة على الأرض. لا يمكن يكون هناك مساواة بين واحد مش لاقي يتعشى وبين واحد عنده 100,000 جنيه. الناس ما بتحبش الزعيم علشان صوته عالي ولا علشان خطابه طويل، واخدنا ال500,000 فدان علشان نديه ل100,000 عيلة أو 120,000 عيلة. الناس بتحب اللي صادق. جمال عبد الناصر كان واضح، يمكن تتفق معاه أو تختلف، لكن عمرك ما تقول إنه كان خاين أو كان بيلعب أو بيزور إحساس. قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها، وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. كان بيغلط أيوة، ما هو في الأول وفي الآخر إنسان، بس كان بيطلع يتحمل مسؤولية، وكانت الناس تحس إن اللي بيغلط واقف قدامهم مش مستخبي ورا حد، وده نادر جدا. الفقراء ليهم الجنة